الفطيرة العملاقة الجامبو بربع كيلو لحمة مفرومة بس هتكفي عيلة بحالها. فطيرة هشة جدا، طرية جدا، طعمها غني وبدون أي تكاليف. اعملي الأكل اللي يفتح نفس ولادك الأيام دي كلها ضغط ومذاكرة. اعملي جنبها طبق بطاطس مع شوية كاتشب. الولاد بتعشق الأكلات اللي من النوعية دي، يعني بجد هيفرحوا بيها جدا وهينبسطوا منها جدا وهيطلبوها منك مرة واتنين وتلاتة. الموضوع سهل وبسيط. يلا نبتدي ونشوف المكونات ونشوف الطريقة القمر دي اتعملت ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة سخنت طاسة كويس جدا على النار، وبعدين نزلت عليها بمعلقة صغيرة من السمنة بالشكل ده، وهنزل عليها باتنين بصلة متوسطة. عايزة البصل بتاعي يدبل ما ياخدش لون، هشوحه شوية مع السمنة كده، مجرد بس ما يدبل معايا هبتدي ان انا انزل باللحمة المفرومة بتاعتي، وهي عبارة عن ربع كيلو لحمة مفرومة بس. هتعمل معايا فطيرة كبيرة مقاس 30 في 40. هشوح اللحمة لحد ما تتحول لونها للون ده، وبعد كده هبتدي انزل ببشر طماطمايه او معلقة صلصة زي ما تكون عندك. هبتدي ان انا اقلب كده بشر طماطم مع اللحمة، وهبتدي ان انا انزل بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وبابريكا، ما بحطش اي حاجة تاني. حابين انتوا تحطوا اي اضافات طبعا ده بيرجع ليكم. هقلب كده البهارات الجميلة دي، واخر حاجة بضيفها هو قرن فلفل احمر كده كان عندي. طبعا ده اختياري، تقدري انت تضيفي او ما تضيفيش، حابة تضيفي اخضر الوان وتكتري الكمية، ده بيرجع ليكي. معايا بقى هنا نص كيلو من الدقيق، عليه معلقة صغيرة من الملح، وهنزل عليه بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، واحط عليه معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر، وهنزل عليهم بربع كوباية من الزيت، وكوباية من الحليب اللي هي سعة 250 ملي، وهبتدي اعجن. يا تعجني في ايدك يا تعجني في عجان، مش ما تفرق معاكي كتير، المهم توصلي لي العجينة لمرحلة ان هي تبقى طرية خالص ولينة معاكي في ايدك، تبقى تحسيها كده شكل الملبن. هتعجني كويس مدة 10 دقايق او حاجة لو هتعجني في ايدك، ولو هتعجني في عجان مش اقل من 5 7 دقايق برضو، لحد ما العجينة تبقى معايا بالشكل ده. هي عجينة طرية بس مش بتلزق، متماسكة. هحطها بقى في البولة بتاعتي واغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة او ساعة حسب الجو المحيط بيكي، لحد ما تضاعف حجمها وتكون بالشكل ده. هخرجها بقى من البولة، وهبتدي ان انا اقسمها. دي نص كيلو دي هيعمل لي فطيرة مقاس 30 في 40، الصاج بتاعي الكبير. طيب لو انت عايزة تعملي صينية صغيرة مثلا مقاس 28 او 30، تقدري تعملي ربع كيلو دي بس. انا النهارده هقسم العجينه بتاعتي لنصين قد بعض بالظبط، نص طبعا بيكون تحت ونص بيكون فوق. فانا هفرد كل جزء منهم على شكل بلوك زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، وهسيب الجزء التاني في البوله واغطيه عشان برضو ما ينشفش. وده لازم ما يبقاش مكشوف، يعني عشان العجينه ما تنشفش منك. تمام. بالشكل ده بحاول اعملها ببقى كده وتبقى ملمسها ناعم من فوق. هركنها على جنب، وهبتدي اخد القطعه التانية وهبتدي ان انا افردها على شكل مستطيل. بنشابة بقى اللي هي الكبيرة دي، العجلة الصغيرة، براحتك خالص زي ما انتي مرتاحة وزي ما انتي ما بتحبي، مفيش مشكلة. بتتفرد طبعا معاكي بكل سهولة لانها مرتاحة. شايفين؟ انا طبعا بحاول افرد تبقى سمك رفيع، ما بقاش سمك تخين، لان هي هترجع تخمر تاني، وانا بيني وبينكم مش عايزاها تخينه، انا مش باكل عيش، انا باكل فطيره طعمها حلو. بعد ما فردتها جبت الصينيه بتاعتي وبشوفها هي كده مقاسها بالظبط ولا ايه. لقيتها كده الفطيره مقاسها، هبتدي ان انا ادهن بمعلقتين 3 من الزيت النباتي علشان ما يلزقش فيها. وبالطريقه دي هشيل العجينه بالنشابه، وابتدي ان انا افردها في الصينيه بتاعتي بكل سهوله. يا جماعه العجينه بتتشال منك بسهوله، ولا احتاجنا ان احنا نرش دقيق ولا اي حاجه، هي كده كده العجينه مظبوطه، مش محتاجه معاكي اي حاجه خالص. هبيتها بقى في الصينيه بتاعتي. طبعا الزيت اللي انا دهناه في الصينيه فبيزحلق العجينه، فانا بحاول كده بالراحه ابيت والتكه كده على اطراف الصينيه عشان ما تلمش معايا تاني وتتزحلق من الزيت بالشكل ده. شايفين؟ موضوع سهل جدا وبسيط. عايزه اقول لكم العجينه دي طعمها رائع رائع رائع، وفعلا طعمها غني كده وليها طعم مميز حلو جدا، هيعجبكم. خلصت كده هبتدي ان انا اركن العجينه واعمل الجزء التاني، هفرده بنفس سمك ونفس المقاس ونفس كل حاجه، عشان دي اللي هقفل بيها من فوق بالشكل ده. وبرضو هشيلها وهركنها على جنب.
شايفين العجينة سلسة جدا معاكي وبتتشال بكل سهولة. هبتدي بقى ان انا احشي باللحمة المفرومة بتاعتي. شايفين الربع كيلو لحمة مفرومة عمل ما شاء الله صينية محترمة. عايزة بقى انت عيلتك كبيرة ولا حاجة تعملي صينيتين بنص كيلو لحمة مفرومة يغرقوا الدنيا. فرشت كده اللحمة المفرومة بتاعتي، هرش عليها رشة جبن كده اختياري، ده مش اساسي خالص، بس انتوا عارفين ان الولاد بيحبوا الجبن وبيحبوا المطة والكلام ده كله. رشة جبنة كده بسيطة على اللحمة، وهبتدي ان انا ارجع الجزء التاني من العجينة على الوش وبكل سهولة. النشابة بتساعدني جدا في الموضوع دوت، بيتفرد معاكي بكل سهولة. عشان يلزق الكلام ده ألزق الحرف اللي تحت على الحرف اللي فوق، جبت مية بصباعي كده وبمشي على أحرف العجينة اللي فوق، علشان لما اجي اقفل العجينة اللي تحت على العجينة اللي فوق تتقفل معايا بكل سهولة. بصباعي كده باخد طرف واقفل، صباعي باخد طرف واقفل، داير داير. طبعا هعمل الموضوع ده داير داير، موضوع سهل وبسيط جدا طبعا، وتتكي جامد علشان تتأكدي ان هي مش هتفتح منك في الفرن، والمية بتساعدك ان ده تلزق معاكي ومش هتفتح خالص. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ بحاجة بسيطة خالص اهو. قفلتها بقى كلها بالشكل ده. هبتدي ان انا بشوكة كده هعمل فتحات وخرام، علشان انا مش عايزة العجينة تخمر معايا زيادة عن اللزوم وتبقى عاملة زي العيش وتقبي معايا جامد. بعد ما عملت خرام هبتدي ان انا ادهن دهنة زيت كده خفيفة تديني لون حلو جدا للعجينة، وتديني زي طبقة كده مقرمشة. هي مش هتبقى مقرمشة قوي، لا هتبقى ليها طعم مميز جدا انتوا هتحبوه. وفي الاخر بقى شوية الجبنة الموتزاريلا اللي على الوش دول، ودول طبعا اختياري. الفطيرة دي ممكن ما تحطلهاش جبنة خالص وتتحط كده في الفرن على طول. ممكن كمان ندهن الوش ببياض بيض او بيضة كاملة علشان تاخد اللون الحلو، ونرش على ممكن كمان ترش عليها شوية حبة البركة، شوية سمسم زي ما انتوا حابين. بتدخل فرن حامي جدا، اعلى درجة فيه على اول رف بعد الارضية، بتاخد حوالي 20 ل 25 دقيقة وبتطلع بقى بالشكل ده. عايزة اقول لكم شايفين منتفخة ازاي وهشة، شايفين طرية ازاي من على الحرف، واخده لون من تحت ممتاز، التسوية بتاعتها رائعة. بنزلها من على الصينية بتاعتها بكل سهولة. شايفين يا جماعة الطراوة واللون اللي تحت رائعة الجمال، ريحتها قلبت البيت وقلبت الشارع وقلبت الدنيا كلها. بتقطعيها بقى، شايفين السكينة ماشية يعني اكنك بتقطعي حاجة سلسة وطرية جدا جدا جدا. بتتقدم بقى مع بطاطس، بتتقدم مع سلطة، بتتقدم مع اي حاجة انت بقى حابة تقدميها، بتقدميها مع شوية كاتشب. عايزة اقول لكم رائعة الجمال والله العظيم ما ببالغ. طعمها يا جماعة وهمي 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 وملوش حل. طعم العجينة والحشوة فوق الرائع. طبعا الحشوة تقدروا تستبدلوا اللحمة بفراخ بسجق، اي حاجة عندكم حابين تحطوها مفيش مشكلة. وده شكلها من تحت وشكل الحشوة من جوه عاملة ازاي، حاجة كده تفتح النفس. هتعجب ولادكم جدا وهتعجبكم جدا وهتكرريها مرة واتنين وتلاتة. طرية وبتتقطع معاكي في منتهى السهولة. بس كده، وده فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. هستنى تطبيقاتكم على جروبي على الفيسبوك وجروب سفرة شيماء. شكرا ليكم، واي سؤال اي استفسار عايزين تسألوني فيه اكتبولي في الكومنتات، وانا بأمر الله تعالى هرد عليها حضراتكم. واشوفكم على خير ومع الف سلامة.